لا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. لا لا لا، اتقل كده واجمد كده. انت رايح فين؟ ده لسه بدري قوي على ان انت تزعل من دلوقتي. ده لسه الزعل الكبير جاي قدام، لسه 36 جولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي وعشاق الفانتازيا الدوري الانجليزي. اهلا بكم في حلقة جديدة مع اخوكم محمود الشيكس، يعني مجنون فانتزي. وده ان شاء الله الشعار الجاي اللي هننزل بيه، لان انا فعلا بحس نفسي مجنون فانتزي. وان شاء الله يا رب تكون جمعه مباركه عليكم، تكونوا صليتوا الظهر كده وجايين كده قبل ما تناموا ساعتين او تناموا ساعتين، تصحوا وتتفرجوا عليا وتنبسطوا. النهارده انا هعمل لكم حلقه جميله جدا، حلقه زبده الزبده عن الخلاصه قبل ما تخش الجوله الثالثه. وطبعا دلوقتي انا مقسمها لاربع اجزاء. اول جزء المفروض بقى نتعود مع بعض عليه قبل كل جوله، هو مين يتجاب مين يتباع مين نتقل عليه. وان شاء الله تاني جزء، وده هيبقى برضه مفيد للناس اللي مش هتعمل اي خواص في الجوله دي، فعايز تعمل ترانسفيرات فمحتاره شويه في لعيبه، فانا هرشح لهم لعيبه المفروض ان هي ان شاء الله تجيب نقط. تاني حاجة اخر تطورات سوق الانتقالات والاصابات، عشان برضه ده مهم للناس اللي عايزة تعرف اخبار لعيبة زي بالمر وساكا والناس دي. تالت حاجة هي هنزل لكم ان شاء الله الناس اللعيبه اللي غليت واللعيبه اللي رخصت برضه، عشان للمعلومه واللي يبقى الناس برضه فاهمه هي اللعيبه اللي معاها رايحه فين، عشان لو بيرخص ممكن تلحق تخلص منه، لو بيغلى تستفاد منه يعني. واخر حاجه نختم بيها الحلقه هي تشكيله الفري هيت. ناس كتير سالتني عنها، وانا شخصيا هنزل لكم تشكيله اوريدي انا عاملها، وغالبا بنسبه 90% هخش بيها في الجوله دي، لان انا متدمر وفريقي ضايع وعندي لعيبه مصابه ومش عارف اعمل ايه، فمحتاج برضه ان انا اظبط الرانك بتاعي شويه، وربنا يقدم اللي فيه الخير ونشوف مع بعضين. يلا بينا نبتدي الحلقه، يلا بينا يا رجاله. اول حاجه هنبتدي بيها هي فقره مين يتجاب ومين يتباع ومين نتقل عليه. انا بسط لكم الامور ومش هتوهكم كتير لان هي مش مستاهله. انا هقول لكم 3 لعيبه تجيبوهم، مش لازم دوري اوت تشتريهم، بس يعني هم هينفعوك في الجوله دي ان شاء الله، لان هم جدول يعني ماتشاتهم جميله. وثلاث لعيبه لازم تخلص منهم، او 4 لعيبه مثلا، ولعيبه ممكن تتقل عليها. تمام، فهنمسك اول واحد سريعا. لعيب لازم يتجاب هو موبيمو. طبعا مانشستر يونايتد في العموم فريق معفن بصراحه، والواحد ما ينفعش يعتمد على لعيبه منه. بس انا قبل ما اطلع لكم كنت عامل درافت اصلا في 3 من مانشستر يونايتد على اساس راوند الماتشات والماتشات اللي جايه، بس لما لعبوا مع فريق الدرجه الرابعه وخسروا منه، ده بصراحه قفلت منهم تماما. فاخترت ان انا ادخل بلعيب واحد عشان ما ابقاش زعلان قوي فيهم يعني. واخترت مبيمو عن كونيا، لان الماتشات الجايه الفريق المان يونايتد هيعتمد على المرتدات، فده احسن لمبيمو، معاه رفعات ومعاه يعني ماسك الكره الثابته وبتاع، فوارد يعمل لك اسيست يجيب لك جون. وكونيا جميل طبعا، والاثنين على فكره كفه واحده، يعني انا ممكن اعمل كده الاقي كونيا هو اللي بيعمل. وبس كونيا قدامنا دلوقتي حلو للجوله اللي جايه، بس يعني هو لعيب يعني بوكس تو بوكس جوه الصندوق، فبيرن اللي بيستقبل حاجات كتيره، اهداف كتير من النص، فوارد يعمل لك حاجه جميله جدا. هما الاثنين حلوين، واللي عايز يختار ده او ده برضه فكره جميله، بس انا برجح كفه مبيمو شويه. ده بالنسبه لمبيمو. تاني لعيب هو ديفرنشال الديفرنشال اللي هو بارنيز بتاع نيوكاسل. كل الناس عماله تجري تروح تجيب لك إيلانجا، وكل الناس اللي بتتكلم عن المحتوى انا متابعهم الحمد لله تقريبا 3/4 بيتكلموا إيلانجا حلو، إيلانجا وجميل واكتف، بس اولا انا ما شفتش منه الفعاليه اللي كان بيعملها في نوتنجهام فورست لحد الان، طبعا لسه ما اقدرش احكم عليه ان هم ماتشين. وتاني حاجه انا شايفه متطرف شويه. بارنس احسن. بارنس تحس ان هو بيخش يشوط ودايما جوه البوكس ودايما بيعمل حاجات، فتحس ان هو، انا شايف ان هو ممكن يبقى الديفرنشال اللي هينفعك في الجوله دي. وإيلانجا برضه مش وحش، بس تحس ان إيلانجا اسيستات بارنس اجوان. فانا بصراحه رايح قلبي مع بارنس، انا بحب طريقه لعبه وكده، واللي عايز يروح مع إيلانجا برضه مش وحش يعني، بس انا بختار بارنس برضه. تمام، ان انت تجيبه في فريقك. طبعا اللعيب الاخير بالنسبه لي هو اللعيب الاون فاير
اللي احنا بنحبه كلنا اصلا كماتيريال لعيب من زمان، بس مشكلته في الاصابات ان هو يعمل لك نمره وبعدين يختفي بقيه الموسم. هو ريتشاردسون طبعا اولا فورمه منفجره، وراوند الماتشات بتاعته اللي جايه اقل ما يقال عنها ان هي تحفه التحفه، مع مش هيلاعب ولا واحد للتوب فايف تقريبا للجوله السابعه، من التوب فايف يعني في الجوله السابعه، فماتشاته سهله، يجيب اجوان كتير ويعمل نمره، غير ان سعره حتى بعد ما زاد مرتين في الاخر 6.7 انا شايفه ببلاش على اللي هو بيعمله، وان شاء الله يستمر ونستفاد منه كلنا. ده بالنسبه لثالث لعيب. طبعا هنخش دلوقتي على حته اللعيبه اللي لازم تتباع. طبعا لو عندك لعيب زي فارتز الكلب الحيوان البوبي النوتي ده، تحطه في الكورنر بتاع النوتي وما تطلعوش منه تاني. مبدئيا هو مش لعيب فانتسي خالص، اللي باين عليه مش باين في الملعب، ما عندوش ثقه في حاجه غريبه. هو قالب زي ما انا قلت لكم في اول فيديوهات، لو حد متابعني، تيمو فيرنر بتاع اللي جبناه باودو فاهم، اتعمل عليه ضجه وفي الاخر طلع ببلاش يعني. وكمان سعره رخص، كان ب 8.5 ولا 8,400 يعني، حاجه بصراحه قمه في المهزله، فلازم ده يتكل على الله. ده اول حاجه. تاني لعيب طبعا ساكا، لان ساكا خلاص الاصابه بتاعته بتتكلم في 4 اسابيع، فانت ما تعرفش ايه اللي جاي يعني، لازم يتباع يعني فاهم، خلاص مفيش اوبشن، وليه بسعره غالي جدا، وممكن تجيب بداله لعيب يبقى احسن وتوفر فلوس البنك. وتالت واحد هو بالمر طبعا، للاسف هو اصابته قالوا انها مش كبيره، بس هو ما اتمرنش اخر تمرين مع الفريق، وارد ان هو مش هيلعب الجوله الجايه، فده برضو يقلل من عندي، ولعيب برضو ب 10 ونص وانا مش محتاج يعني. تشيلسي تقريبا فيها يعني فيها كميه لعيبه، ممكن تختار اي لعيب منه بسعر بسيط ويعمل لك حاجه، ده لو ليك يعني ان انت عايز تخش بخط نص من تشيلسي يعني. وطبعا لو عايز، وطبعا برضه بوين يعني لو عندك راوند الماتشات بتاعته وحش وهو لسه ما ظهرش، الفريق كله في العموم مش حلو، فلو عايز تبيعه بيعه. طبعا هقول لكم لعيبه كده بسرعه من غير ما اتكلم عليها، لان هي مش محتاجه، بس الناس عارفاها. ارياس بتاع وولفز كان يعني كانت الناس متفائله ليه ان هو يخش يعمل حاجه حلوه، بس لا هو ما عملش حاجه، وحتى الماتش نزل اساسي ما عملش حاجه، فمالوش لازمه يتباع. بولارد ده اللي هو بتاع ساندرلاند متصاب، اتكل على الله. فولكروغ بتاع ويست هام ملوش عايزه. ويلوك، اوديجر مصاب، ديوف او اي حد من دفاع ويست هام خلاص واشي، دي كوبر او اي حد من دفاع برايتون، كل ده دفاعهم يستقبل اهداف ووحش خالص يعني. ولو عايز البدلاء مقترحه بالنسبه لي انا يعني، انا مثلا عندي لو عندك لسه واتكنز تغيره مثلا تجيب كريس وود فاهم، دي ترانسفير محترمه. لو معاك ايت نوريو مصاب، كوكوريلا برضه ماتش فولهام مش اكيد، بس كوكوريلا عنده بيتعمل اتاك كويس فوايد يجيب لك اسيست يعني. وطبعا فيرتس المعفن مكانه مبيمو او كونيا زي ما انا اتكلمت معاك. تمام. اللعيبه بقى بالنسبه لي اللي هو اللي ممكن تتقل عليه، لعيب زي روجرز بتاع استون فيلا، سعره 7 مليون، والماتشات اللي جايه مش وحش، مش اوحش حاجه، وارد مع ماتش كريستال بالاس او اي حاجه يخطف لك جول، تبقى انت استفدت ان في ناس كتير واحد بعته، بس هو انا شايف ان ممكن تتقل عليه الجوله دي. وطبعا اللي ممكن تتقل عليه برضه الجوله دي هو جون فيليب ماتيتا، عشان برضه راوند الماتشات بتاعته مش وحشه خالص، وعنده بعد ماتش استون فيلا اللي هو اللي جاي ممكن يجيب فيه جون، اصلا استون فيلا مش احسن حاجه وما بحبش حتى ادفعها، بس عنده بعدها ساندرلاند ووست هام، فوايد يجيب نقط كتيره طبعا. وبرشح برضه اسماعيل صار جميل جدا، هو اللي نقص الجوله اللي فاتت تقريبا ب8 نقط، بس دول من اللي ممكن نصبر عليهم. وطبعا دفاع نوتنجهام اللي خزنا في اول اسبوعين كنا متوقعين ناخد منهم كلين من اي حاجه، بس برضه راوند الماتشات بتاعهم جميل جدا يعني، الناس بتقول لك خش ب3 لعيبه دلوقتي لو تقدر. طبعا بعد ماتش الارسنال اول ماتش هيبقى ويست هام اللي هو اللي جاي ده، طبعا وارد يعملوا حفله على ويست هام، حفله محترمه، بعدها ارسنال، وبعد كده بقى تخش هتلاقي بقى بيرنلي ساندرلاند، فبرضه حاجه جميله جدا يعني. وبرضه جيبسون وايت هو هيبقى لعيب برضه انا باصص عليه ان هو هيبقى لعيب جاي في الفتره الجايه. بس كده، ودي الفتره ودي الفقره كلها كامله. ان شاء الله نخش على الفقره اللي بعديها اللي هي اخر التطورات سوق الانتقالات والاصابات والكلام ده. طبعا عندك نيوكاسل، ده خبر جميل جدا لسه عارفه، نيوكاسل يفتح الباب، يعني المدرب سمح لإيزاك ان هو ممكن يمشي ليفربول، وده وارد جدا ان ده يحصل، لان نيوكاسل راحت اشترت لعيب اسمه لعيب الماني بيلعب في فريق شوتجارد بقيمه 90 مليون، اسمه فولتميدا حاجه زي كده يعني، وبلاش تاخد على كلامي ان انا لسه اسمه ما جاش على لساني يعني. المهم ان اللعيب ده انا بقيت بشوف حاجه لطيفه قوي، بقيت كل ما يجي فرق
تشتري لعيبه جديده بقت وبقيمتها عاليه قوي زي كده، بقيت اروح اشوف فيديو اللعيب ده عشان اشوف برضه انا اعرف اتكلم على ايه. طبعا شفت له فيديو بتاعه طلع لعيب شكله مميز جدا، طويل معدي ال 192 تقريبا، ويعني في الحدود زي الفل، بيجيب زي العسل في الفيديوهات. لعيب اسيستنت جميل جدا، وفي حاجه كده زي ابراهيموفيتش او فاهم اللي هو بتاع منتخب انجلترا الرفيع ده الطويل اللي جاب فينا جون في منتخب مصر، نسيته بس كلنا عارفينه، اللي هو شاركس ده اللي مش عارف اسمه ايه. بس ده فنان بقى، يعني ده عامل زي ابراهيموفيتش كده. ليه؟ لانه تلاقيه بيخش عايز يجيب جون، خلاص يجيب جون، لا هيعدي لعيب ويعدي التاني ويحطها. لو رحت شفت فيديوهات هتلاقي لعيب انا شايفه هيبقى فايده جامده جدا لنيوكاسل، وهيعوض ايزاك وممكن يكون احسن منه كمان ان شاء الله، هتشوفوا بنفسكم. وطبعا الخبر اللي كل الناس عارفاه هو سبريتش ايزي، انه راح ارسنال خلاص والموضوع انتهى. وما تتفاجئش ان هو ممكن تلاقيه نازل اساسي في ظل الغيابات زي ساكا اوديجارد، وعندك تراجع مستوى مارتينيلي، فوارد تلاقيه بيلعب يعني. فبرضه حد جابه ب7.5 فانتازي ممكن يعمل نمره جميله قوي، بس الماتش اللي جاي صعب شويه بتاع ليفربول، فممكن نتقل جوله يعني، الا لو حد عايز يسبق الناس بقى ويستفاد منه. في لعيب تاني اسمه تشافي سيمونز، لعيب برضه اللي هو لايبزيج الالماني، راح لنادي توتنهام بصفقه حوالي 60 مليون. رحت شفت له فيديوهات لقيته برضه لعيب رايق جدا، هو قديم اصلا في الفريق ده، افتكرته لما شفته، وكان بيلعب من ايام جيكوريز، ولعيب رايق جدا جدا، وبيلعب تقريبا مكان جونسون او في الجانب اللي هو ما فيهوش حد فعال، فغالبا برضه الولد ده لو نزل الناس كلها هتروح تشتريه. بس نشوف بس اسعار اللعيبه اللي جت دي بكام، ان شاء الله يبقى ليهم دخول في التشكيله بتاعتنا لو هم ناس كويسه بس وخلاص. والحاجات اللي هي الفرعيه، ليفربول ومان سيتي مهتمين بالتعاقد مع جيهي بتاع كريستال بالاس، فبرضه لو عندك جيهي او ممكن تروح جيبه، بحيث ان هو ممكن فجاه تلاقي لعيب زي ده بسعر 4.5 مليون بيلعب في فريق من التوب 5 فتستفاد منه جدا. استون فيلا وتوتنهام مهتمين بلوكاس باكيتا. وطبعا في خبر جميل قوي، جرناتشو الى تشيلسي، وده خبر انا بموت فيه، اللعيب ده اصلا من ايام المان يونايتد وشايفه لعيب جميل قوي بس ما خدش حقه يعني. بس المشكله ان هو راح فريق برضه مليان نجوم ومش عارف بقى خلاص يعني، احنا عندنا حيره وده حيرنا اكتر. بس خلينا نشوف برضه هينزل بكام، نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا دلوقتي هنزل لكم اللي هو اسعار اللعيبه غليت واللي رخصت، عشان برضه ايه معلوماتكم كده تبصوا عليها، اللي عايز ياخدها سكرينه ويخليها معاه حاجه زي كده. تمام. واخر حاجه خلاص دلوقتي هخش لكم هعمل لكم فيديو الفري هيت، هعمل لكم الفري هيت دلوقتي، وفري هيت فيه كميه ريسكات محترمه. بس انا هقول لك حاجه، انا لو مش هعمل ريسكات فاهم، بيبقى معلش اعمل فري هيت ليه؟ ما انا ممكن الاقي اللعيبه اللي رحت جبتها وانا عمال امن وبتاع مع اللعيبه العاديه وجابت نفس النقط، لا انا لازم اريسك عشان يا استفاد يا اروح في داهيه بقى وصباح الفل. طبعا انا كنت بفكر في وايلد كارد اكيد، بالذات بعد الجولتين الاولانيين لما وقعت على دماغي كده والدنيا مش هتظبط معايا وفريقي فعلا وحش، بس قلت طبعا لازم ناجلها. وبنصحكم كلكم اي حد عايز يعمل وايلد كارد مش وقتها خالص، لان في توقف دولي، في ماتشات الكاس، في ناس رايحه التوقف الدولي دي وراجعه، ممكن يبقى في اصابات وفي حاجات كتير احداث ممكن تحصل، فمن رايي ان احنا ناجلها للجوله الرابعه لو واحد عايز يعملها، بحيث برضه نشوف الدنيا بعينينا وبس. وان شاء الله انزل لكم بالفيديو دلوقتي ونظبط الدنيا مع بعضينا. حبايب قلبي يلا ارجع لكم تاني بسرعه جدا في فيديو الفري هيت. ودلوقتي جينا للفقره الاهم في الحلقه، اللي هي ان شاء الله يا رب نستفاد منها كلنا. هي فكره ان انا هنزل تشكيله فري هيت، والتشكيله دي فيها ريسكات كتير قوي يا جماعه، ريسكات كتير يعني. فخلينا نشوف كده. بس هو انا بقول لو ما عملتش ريسك في الفري هيت ايه الفرق؟ ما انت ممكن تجيب لعيبه اصلا واللعيبه دي بقى موجوده عند ناس، فتلاقيك عامل رقم حلو بس موجود عند ناس كتير، فانت لازم برضه تميز الموضوع شويه. فهنبتدي مع بعض دلوقتي، هحط لكم التشكيله ونتكلم عليها. تمام. زي ما انت شايف دلوقتي قدامك التشكيله فيها فاهم تخض كده مبدئيا، بس انا عاملها برضه بناء على الماتشات السهله وبتاع اللي هو لازم نستغلها، ولو ما حصلش كده يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احنا مش عارف نعمل اكتر من كده، احنا بنعمل فوق المنطق بشويه. دلوقتي اول حاجه انا غيرت طبعا الحارس، جبت سلس طبعا عشان انا عايز دفاع من نوتنجهام فورست في ماتش زي ويست هام اللي هو وارد ما يجيبوش جون، ولو جابوا جون بقى يبقى خلاص، بس هو وارد ما يجيبش جون، فريق مستقبل 11 جون في ماتشين وحاجه يعني. حتى الجون اللي جابوه شوطه كده من باكيتا ما لقاش حد جاي له، قال لك طب خلاص انا هنتش، فنتش وجت معايا. تمام. ده
اول حاجه. تاني حاجه يبقى الحارس البديل دوبرافكا، وكده كده هيبقى دكه. وماتش المان برضه يونايتد والله ما تعرفش فيه ايه اللي ممكن يحصل يعني. تمام. تاني حاجه هنخش على الدفاع ان شاء الله. الدفاع عندك اول حاجه جايبه كوكوريلا. انا جايب كوكوريلا. ماتش فولهام مش سهل، وفولهام وارد تضيع الكلين، وارد جدا ان هي فريق متماسك وشكله عاجبني قوي من ساعه ما لعب. بس كوكوريلا فيه ميزه ان هو بيعمل ريتيرن اتاك، يعني ممكن يجيب لك زي الماتش اللي فات كده اسيست فيطلع لك ب5 نقط فما تبقاش زعلان. تمام. وعندي جبت تاركوفسكي نفس الفكره. هو ايفرتون ماتشها سهل مع الولفز، بس وارد الولفز يعني تنتج جون، بس ده لو لارسن لعب، لان هو ده تقريبا اخطر لعيب في الفريق يعني. وبرضه انا بعتمد على تاركوفسكي ان هو الراجل ده في الماتشين اللي فاتوا هو كلين مش كلين، هو واخد البونص بتاع الدفاع، فهو دي حاجه جميله قوي. انا مثلا لو ضاع الكلين خد 2 بونص مع الاثنين هيجيب لي 4 نقط، برضه هبقى كسبان مش خسران. وفان دي فين طبعا عشان دفاع توتنهام متماسك جدا وحلو، وفي نفس الوقت يعني نستغله، مع ان الماتش مش سهل بتاع بورنموث، بس انا غالبا هقعده في الدكه يعني. وطبعا عامل بقى المفاجاه اللي هي دبل دفاع من نيوكاسل. طبعا ماتش ليدز مغري جدا، مع ان انا بخاف من ليدز دي والله ما اعرفش ليه، بس هو ماتش مغري قوي. فانا بقى قلت يلا بقى انا هجيب تريبيري وهجيب ليفرمنتو. وبص قلت برضه هعتمد على ريتيرن اتاك اكتر من الكلين. ان شاء الله يبقى في كلين، بس انا متوقع ان الاثنين يعني تريبيري بيرفعوا مش عارف ايه وكورنرات، وارد يجيب اسيست، فبرضه ابقى انا ما خسرتش كل حاجه. وليفرمنتو نفس الكلام بيجيب اسيستات وبيعمل حاجات حلوه. في ناس قالت لي اقترح دان بيرن فابيان شار لقيته مصاب فما فيش اوبشن. انا كان لو مش مصاب كنت هجيبه، لان فابيان شار لعيب كويس وكان هيبقى معاه ضربات الجزاء. بس فاخترت لا انا دول عليهم، هو ده اللي انا هخش بيه. وطبعا محمد صلاح انا لا جدال ما بقدرش اطلعه من تشكيلتي، لانه بصراحه ماتيريال لعيب محترم قوي، وارد ينفجر في اي ماتش، فمش عايز ازعل. ليفربول هنلاعب بقى ارسنال مش ارسنال ما بفكرش كده، وهو ليه احصائيه جميله مع ارسنال اصلا. تمام. وطبعا اللعيب المفاجاه اللي انا اتكلمت عليه في مين يتجاب ومين يتباع مين يتسنى عليه، بارنس، اللي انا قلت انا مقتنع بيه اكتر من إيلانجا، وان شاء الله يا رب ينفجر وتبقى هي دي اصلا الصفقه بتاعتي، هو ولاعيب تاني جاي في الطريقه. وطبعا امبيمو، طبعا انا مش واثق في المان يونايتد خالص، بس هم بيلعبوا بيرنلي، فيعني المفروض ان امبيمو ده يطلع بطول بدبل ديجيت، يعني بدبل ديجيت يعني متهيألي. فيا رب ما يغزلوناش زي ما لعبوا مع فريق الدرجه الرابعه وخسروا منه كده، وحاجه كانت شكلها عر قوي يعني. وانا كنت جايب منهم في الفري هيت 3 لعيبه، وبعد ما شفت الماتش ده قلت لا مش هغامر بالناس دي، ده فري هيت وانا عايز اجيب اعلى نقط في الوقت ده، مش هروح اغامر بفريق انا مش ضامنه. فقلت اختار منهم لعيبه عشان حتى لو ما جابش يبقى انا ما ازعلش قوي. وطبعا جيبسون وايت اللي انا شايفه ان هو ممكن يبقى نجم الجوله زي بارنس بالظبط في ماتش ويست هام. وماتشات اصلا كريستال بالاس اللي جايه جميله، طبعا دي فري هيت مالهاش عايزه يعني مش هتفيدك بعد كده، بس هو في العادي لعيب كويس جدا يعني، وان شاء الله يبقى نجم الجوله. ورايندرز طبعا لان انا اصلا رحت اشتريت رايندرز عشان الماتيريال بتاعته، بس هو زي ما انا قلت لكم بيب لعب بطريقه مختلفه خالص، فوارد ان هو في الماتش اللي جاي برايتون يرجع للطريقه بتاع الماتش الاولاني، فتلاقي رايندرز ده عامل شغل عالي قوي، وانا هحطه دكه وربنا يستر. وطبعا عندي الثلاثه انا ما فكرتش كتير فيها. جو بيدرو كده كده فنان، وفولهام برضه مش صعب تجيب فيها اجوان. كريس وود الخشبه الجاحد اللي المفروض بقى